السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده فيديو بقى خطير ملوش حل، هتستفاد منه يعني ان شاء الله هتستفاد منه. معاك الموتوسيكل ده او مش معاك، ناوي تشتري موتوسيكل او مش ناوي، هتستفاد ان شاء الله، يعني هتستفاد. هنتكلم عن بنيلي في ال ام 2025. الموتوسيكل ده بيسموه هورنت الصيني او الفئه الشعبي. الموتوسيكل ده جميل جدا. طب ايه مواصفاته؟ تعالى يا عم الجميل بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. شوف يا سيدي، اول حاجه الموتور ده 200 سي سي، قوه وعزم زي ما انت عايز تقول. كمان الموتور ده الاصدار الثاني، الاصدار الاول كان اللي هو الليميتد الكاتينا، لا ده بقى السياخ، اي حد يشتغل فيه، وقطع غياره مرميه في اي مكان ورخيصه وسعرها على قد الايد واصليه. يعني ايه؟ يعني الموتور ده اتحل زي ما اتحلش، هتجيب قطعه وتحطها مكان القطعه وشكرا على كده. الموتوسيكل ده كربراتير وفتحه واحد شكمان وفتحه واحد بوجيه. تمام تمام يا ريس، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. اول حاجه اللي هو تبريد ميه وتبريد زيت، يعني في سربنتينه زيت بتعمل على تبريد الزيت بطريقه اسرع واكفأ من تبريد الهواء بس، يبقى هو هواء وزيت. تمام. لزوجة الزيت بتاعه الصح 20-50. الموتور على سياخ مش على كتينه، ولكن مفيش فيه ذبذبه ولا اهتزازات لان في حدافتين، حدافه اساسيه اللي فيها دوره تشغيل او العامل على دوره تشغيل المحرك رباعي الاشواط اللي فيها البستم، وفي حدافه تانية اسمها حدافه البالانس تيب او حدافه الاتزان اللي بتعمل على امتصاص الذبذبه والاهتزازات على السرعات العاليه. تمام يا ريس، تمام يا سيد الفاضل. يبقى انا عندي كده الموتور 5 غيار، واحد تحت والباقي فوق. طريقه التشغيل ايه يا سيدنا؟ اقول لك طريقه التشغيل كهرباء مارش، تدوس على زرار المارش يشتغل. طب اي مشكله في المارش كهرباء او ميكانيكا، خش على المنافله على طول. يبقى انا عندي منافله، الاصدار الاول ما كانش فيه منافله، لا ده بقى فيه منافله. تمام تمام يا ريس. كده تقريبا كل حاجه عن الموتور. لا مستواه من الزيت لتر و200 مللي، يبقى لتر و200 مللي. لو حطيت لتر مفيش فيها مشكله، بس الصح لتر و200 مللي زيت، مش عشان السربنتينه، لا عشان حدافه الاتزان، لان زيت السربنتينه غالبا ما بينزلش اصلا. تمام كده تمام. ده كده كل مواصفات المحرك، بيطلع لك هورس باور 18 حصان تقريبا او 18 ونص. تمام. العزم بتاعه كويس جدا والسرعه بتاعته كويسه جدا. هتقول لي بس استهلاكه في البنزين، انت بتقول لي 200 سي سي، اقول لك لا ما تقلقش، لتر البنزين بيمشي الموتور ده من 30 ل 40 كيلو. يعني بص، معاك ال 3 لتر يمشوك 100 كيلو مرتاح. تمام يا سيدنا، تمام يا سيدنا. طب هتقول لي هو التانك قد ايه اصلا، يعني ينفع اسافر بيه؟ اقول لك ينفع تسافر بيه اي مكان في مصر، تطلع من اسكندريه لاسوان دايركت. ليه؟ تانك البنزين هيشيل معايا 17 لتر بنزين او 18 لتر بنزين، معاك 2 لتر احتياطي، واللتر يمشيك حوالي 35 كيلو. يعني انت في المضمون. هو افضل بنزين ليك ايه؟ افضل بنزين لان البستم كبس عالي او ضغط عالي حوالي 10 لواحد، يعني 92 ده افضل بنزين. 80 ما يمشيش، لا يمشي، بس ال 92 افضل وهو ده بتاعه عشان الموتور يقدم معاك كفاءته عاليه. تمام تمام. خش بقى على بره الموتور. بره الموتور هتلاقي عندي الشاسيه من الحديد، الحديد بتاعته ممتازه جدا، خامته عاليه جدا. تمام، لانه برند ايطالي اصلا، شركه بنيلي. نازل مع جنود 17 امامي وخلفي، طبعا قطع غيارها موجوده، كاوتش والكلام ده. ينفع اعرض الكاوتش الامامي او الخلفي بتاعه، يعني قدام 100 خليه مثلا 110 120، او اللي ورا 130 خليه 140 او 150، ينفع. ولكن انا قلت لك هو كده ممتاز. ممتاز يعني ايه؟ يعني هو كده ثابت، ثابت. ليه؟ الموتوسيكل ده نازل لك باتنين مساعد امامي مقلوب، وطبعا انت عارف المساعد المقلوب اثبت على الطريق واريح في الجدون من المساعد العدل. اي نعم العدل مفيش منه مشاكل، ولكن ده اعلى. يعني مش معنى ان موتوسيكل بمساعد عدل يبقى معيوب، لا، في حاجه اسمها حلو واحلى، حسن واحسن. تمام. طيب يعني هو ميزه بس التاني مش عيب. تمام كده تمام كده. ونازل كمان باتنين مساعد خلفي، يعني مش مساعد واحد، يبقى اتنين مساعد امامي واتنين مساعد خلفي. تمام. عشان بقى ثبات واتزان وشيل وحط واجري واعمل اللي انت عايزه. على فكره الموتوسيكل ده بيصنف من الموتوسيكلات الستريت مسطره. يعني يعني شيل واحد واثنين وثلاثة واربعة زي ما انت عايز، والموتوسيكل هيشيل معاك ويحمل وثابت على الطريق 100%. يعني عربية نقل معدية شوية هوا قامه، مالكش دعوة بالليلة دي كلها يا ريس. وزن الموتوسيكل ثابت وهيئته تتحمل وصحته مدياله. قال لا يعني يشيل كتير؟ لا، الكتالوج بيقول ان الوزن القائم عليه 150 كيلو. الموتوسيكل اي نعم تقيل و100 100، بس عشان تحافظ على المساعدين ورا وقدام وكفاءة الموتوسيكل اطول فترة ممكنة بدون اعطال ومشاكل، الوزن القائم عليه 150 كيلو، يعني السواق وواحد وراه. بس احنا كمصريين ما شاء الله بنحمل. تمام تمام. نازل كمان بميزة جميلة جدا، فرامل امامي باكم وخلفي باكم.
طبعا ده اسرع في الاستجابه، يعني انا هقف يبقى هقف في اي مكان واديها دوس فرامل ورا وقدام، خلاص زي السي بي اس بالظبط، دوس هتلاقي نفسك وقفت. نازل انوار عاديه امامي وخلفي، تمام. نازل كمان عداد نص ديجيتال بس موضح فيه كل شيء. يعني ايه موضح فيه كل شيء؟ يعني انا عندي مثلا عوامه البنزين، عندي حنفيه بنزين فيها عاده واحتياطي، وعندي كمان مؤشر بنزين في العداد بيوضح لي مستوى البنزين في التانك، ينقص يزيد يعمل اللي انت عايزه، هتلاقي كل حاجه موضحه. برضه موضح فيه السرعه الار بي ام، موضح فيه الكيلومترات الرحله او الكيلومترات اللي الموتوسيكل مشاها، موضح فيه كل حاجه. تمام تمام يا ريس. ونازل معاه كمان وصلة يو اس بي عشان شحن التليفون لو هتشتغل عليه اوبر دليفري الكلام ده، يبقى التليفون معاك هتحط التليفون واشحن يا ريس، وشحنه سريع و100 100. نازل معاه بطاريه 12 فولت على 7 امبير، تمام، يعني تشتغل معاك في كل الظروف. نازل معاه كمان شبكه يمين شمال اللي هي الشبكه الحريمي الجانبيه. نازل بشكمان جميل جدا وصوته هادي طبعا هنسمع صوت الموتوسيكل اصلا في نهايه الفيديو زي ما اتعودنا تسمع صوت الموتوسيكل. الموتوسيكل النهارده قبل ما نكمل مواصفاته الخارجيه يعمل في حدود بالاصدارات بتاعته وبالموديلات بتاعته المختلفه من 70 ل 75 الف جنيه حسب المعرض وحسب المكان وحسب اللي انت فيه، وطبعا في ناس بتزود اكتر من كده والله اعلم، في ناس بتقلل او لا، لكن هو تقريبا بالاصدارات والموديلات والكلام ده اللي سمعته من 70 ل 75 الف. طيب ابعاد الموتوسيكل ده ايه؟ الابعاد بتاع الموتوسيكل ده الطول 207 سم، الارتفاع 1.15 سم، ارتفاع المقعد 80 سم، يعني الموتوسيكل يمشي لاغلب طوائف الشعب. يعني لو انت متوسط لو انت طويل الكلام ده هيمشي معاك 100%. تمام. الموتوسيكل الخلوص الارض بتاعه 17 سم، يعني هيمشي معاك في المطبات زي الفل. راكب فيه طبعا اكسدام امامي حمايه ليه ما شاء الله. الجناحه بتاعته برضو سبيشال جميله، التانك صاج محمل. فالموتوسيكل كقطعه فنيه كده نقدر نقول ان هو يمشي لاغلب فئات الشعب لسبب ان هو الستايل بتاعه كويس، الكواليتي بتاعه ممتاز جدا، الخامه الجوده، فهيمشي معاك كشغل يمشي، كسفر يمشي، كشو بتاع اوبر دليفري الكلام ده يمشي خروجات يمشي، يتعدل ويمشي. يعني بص، يعتبر الموتوسيكل ده مفيش اختلاف عليه في مصر كلها، مفيش اتنين صناعية هيختلفوا عليه. كان زمان في اختلاف ليه؟ عشان قطع الغيار وتوافرها وصيانة الموتوسيكل والكلام ده كله، لكن حاليا بنيلي في ال ام يعتبر رقم واحد في الفئة الشعبي، بداية الفئة المتوسطة، عشان طبعا السعر اللي رفع شوية. تمام. ده كده كل مواصفاته، سعره، كل حاجة عنه. طب تعالى بقى اقول لك اشتريه ولا لا. نصيحة لله، لو معاك تمنه ما ينفعش تشتري غيره. ليه؟ لان احنا لو هنقارن بين الموتوسيكل ده وبين اي موتوسيكل في الفئة السعرية بتاعته هيطلع ده رقم واحد بدون خلاف بين اي حد، سواء في الثبات او في السرعة او في قطع الغيار او في خدمة ما بعد البيع او في اعادة البيع نفسه. بص، الموتوسيكل هو نفسه مجمع نفسه وهو بياع نفسه. تمام. المهم تشتري صح وتلاقي صح. زي ما انت شايف كده الموتوسيكل جميل، وقلنا ينفع لمين وما ينفعش لمين. تعالى بقى مع بعض كده، لما تنزل تحت هتشترك في القناه، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ما انساش التعليق بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام او اي ذكر، واسمع صوت الموتوسيكل وشوف امكانياته ايه وحكاياته ايه، وراجع الفيديو 3 4 مرات وقرر وشوف قبل ما تشتري، وصلى على النبي عليه الصلاه والسلام.